يا رب الله حبايب قلبي، شلون صح؟ يا رب تكون بخير، رب يحفظكم. اعتقال عسل حسام بسبب النشر المحتوى السيء على مواقع التواصل الاجتماعي والمخل بالآداب. خلينا نشاهد الفيديو انا اخوكم الاخير ونفتهم السالفة. كل شخص من عندنا وهو يتصفح بمواقع التواصل الاجتماعي لابد انه مر عليه بعض المحتويات البذيئة والهابطة اللي جاءت تنشره بكثرة. بعضها يسيء للذوق العام ويخالف الاخلاق والتقاليد، بعضها يسيء للمؤسسة العسكرية. وهذا المحتوى لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة، لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع. حتى ما علينا أنه نوقف بوجه هاي النماذج وإصدار قوانين تمنع ظهور مثل هيك محتويات. وزارة الداخلية أخذت على عاتقها تكافح وتحد من هاي المنشورات، شكلت لجنة بموجب أمر وزاري صادر من مكتب الوزير بالتنسيق مع محكمة الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والإعلام، وتم وضع خطة عمل لرصد مثل هيك حالات وإصدار أوامر قبض بحقهم ومحاكمتهم. ودعت المواطنين للتبليغ عنهم عبر منصة بلغ الإلكترونية من خلال وضع رابط المنشور وارساله الى المنصة. بس راح يكون صاحب الدور الاكبر هو المواطن، لازم يكون صاحب وعي ومسؤولية بالتبليغ عن هيك محتويات، وايضا بالغاء متابعتهم وعدم مشاركة منشوراتهم حتى نقدر نحد من هاي المحتويات في مجتمعنا. اللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسى دعمك لنا باللايك والاشتراك.